أنا هحكي لكم حكايتي بصراحة، يمكن حد فيكم يفهمني أو ينصحني، لأني بجد تايهة ومش عارفة أعمل إيه. أنا بنت عادية جدا، اتربيت في بيت محترم، وأهلي كانوا دايما بيقولوا لي خدي بالك من نفسك واختياراتك. كنت دايما بحلم إني أتخطب لواحد كويس، راجل بمعنى الكلمة يحترمني ويخاف عليا. وفعلا في يوم من الأيام اتقدم لي شاب، بصراحة من أول نظرة حسيت إنه مختلف. كان وسيم جدا، لبق في كلامه، بيعرف يقول كلام حلو يخلي أي بنت تحس إنها مميزة. أهلي ارتاحوا له وأنا كمان ارتحت. سألنا عليه والناس قالت إنه شاب كويس ومحترم ومفيش عليه حاجة، وهو بنفسه أكد لي كذا مرة إنه بيكره السجاير والدخان وبيحب الحياة الصحية. أنا صدقته، يمكن عشان كنت عايزة أصدق. أنا بدأنا فترة الخطوبة وكنا بننزل مع بعض كتير. في الأول كان كل حاجة مثالية، خروج، ضحك، هزار، كلام حلو. كنت حاسة إني ملكت الدنيا، لحد ما في يوم حصل موقف بسيط بس كان بداية كل حاجة. كنا قاعدين في كافيه وهو قال لي إنه هيروح يجيب حاجة من بره، اتأخر شوية. فطلعت أدور عليه، لقيته واقف مع واحد صاحبه وبيدخن مع السل. اتصدمت، وقفت مكاني وما كنتش مصدقة اللي شايفاه. لما شافني اتوتر شوية وحاول يضحك ويهزر كأن مفيش حاجة. قلت له ايه ده؟ مش انت بتقول ما بتدخنش؟ ضحك وقال ده معسلي يا ستي، مش سجاير، وبعدين مش دايما، ده على فترات ومع أصحابي بس. أنا استنكرت جدا وقلت له إني مش بحب الجو ده خالص. حاول يهون الموضوع ويقول إن ده حاجة بسيطة وما فيهاش ضرر زي ما أنا متخيلة. عديت الموضوع، بس من جوايا كنت متضايقة. مع الوقت الموضوع بدأ يتكرر، كل شوية يطلب نقعد في كافيه فيه شيشة، وأنا كنت برفض، بس هو كان بيضغط عليا بطريقة لطيفة. طب اقعدي جنبي بس، مش لازم تعملي حاجة. كنت بحبه وكنت بخاف أزعله، فكنت بوافق. لحد ما في يوم قال لي جربيه نفس واحد بس، مش هيحصل لك حاجة. رفض في الأول بس فضلت تحت ضغطه وكلامه، انتي مكبرة الموضوع، كل الناس بتعمل كده. لا، وفي لحظة ضعف جلبت. كانت أول مرة في حياتي أمسك فيها شيشة. حسيت بدوخة شوية وكحة، وهو كان بيضحك ويقول لي أهو عادي، شفتي بقى. الموضوع بدأ يبقى عادي شوية شوية، بقيت أجرب تاني وتالت، لحد ما لقيت نفسي بعمل حاجة عمري ما تخيلت إني أعملها. بقيت بدخنا معاه. في الأول كنت بعمل كده عشان أرضيه، بعد كده بقى الموضوع شبه عادة، كل ما ننزل لازم شيشة، ولو قلت لأ يزعل أو يحسسني إني معقدة. ضيق الموضوع ما وقفش عند كده، لا، بدأ يدخلني على أصحابه أكتر، نقعد مع بعض في شلة كبيرة. في الأول كنت مكسوفة، بس هو كان بيشجعني. دول زي إخواتي، انتي واحدة مننا. واحدة واحدة بدأت أتكلم معاهم، أضحك وأقعد وسطهم. و... وفي الجلسات دي كان المعسل دايما موجود. الموضوع بدأ ياخد شكل تاني، هزارهم بقى تقيل شوية، نظرات غريبة، وكلام فيه تجاوزات. في الأول كنت بتضايق وأسكت، بس هو كان بيضحك كأنه شايف إن ده عادي. مرة واحد من صحابه قال لي كلمة ضايقتني جدا، بصيت لخطيبي مستنية إنه يرد أو يدافع عني، بس سكت. بس سكت. بس سكت. بس سكت. سكت. وساعتها حسيت بحاجة اتكسرت جوايا، بس برضو كملت. أعلى أما حاسة ملمونة يعملتهم بايم. كملت. ليه مش عارفة، يمكن عشان كنت متعلقة بيه، أو خايفة أخسر العلاقة، أو كنت خلاص دخلت في سكة ومش عارفة أرجع. بقي تشاركهم القعدة والشيشة والهزار، رغم إني من جوايا مش مرتاحة. وفي مرة الموضوع زاد عن حده، واحد منهم حاول يقرب مني بطريقة مش مريحة، وأنا زعقت له وقمت. كنت متوترة جدا. رجعت البيت وأنا بعيط، واجهت خطيبي وقلت له كل حاجة، كنت مستنية منه موقف، أي موقف. بس رد عليا بكل برود، انت فهمتي غلط، ده هزار. هنا بدأت أفوق.
هو مش بس بيخليني أعمل حاجة أنا رفضاها، ده كمان سايب الناس تتجاوز في حقي. بدأت أبص لنفسي في المراية وأسأل، أنا بقيت مين؟ فين البنت اللي كانت رافضة الدخان؟ فين مبادئي؟ إزاي وصلت لكده؟ ألاندم بدأ ياكل فيا. بقيت مش طايقة نفسي ولا طايقة المكان اللي أنا فيه. حاولت أبعد شوية، أقلل الخروج، أرفض القعدات. هو بدأ يزعل ويقول إني أتغيرت. أيوة، أنا اتغيرت، بس يمكن اتغيرت عشان أفوق. دلوقتي أنا محتارة، أكمل معاه وأحاول غيره ولا أسيبه وأبدأ من جديد. أنا خايفة أكون ضيعت نفسي على الفاضي، وخايفة كمان أندم لو خدت قرار غلط. أنا بجد محتاجة رأيكم. جد، أنتوا شايفين إيه الصح؟ هل في أمل إنه يتغير؟ ولا أنا اللي لازم أنقذ نفسي وأمشي؟ أنا بكتب لكم وأنا ندمانة ونفسي أرجع زي الأول. قولوا لي أعمل إيه عشان أنا تايهة ومحتاجة حد يفوقني قبل ما أغلط أكتر من كده.